واش حتى نتوما كتعانيو من المشكل ديال الضوء اللي كيضرب في طوموبيلتكم منين كتقيسوا شي جهه في الباب، وخاصه في الوقيته ديال الشتاء والبرد، وخاصه وخصوصا الا كنتوا ساكنين في شي ريجيون اللي فيها الجو الصيف بحال الصحراء؟ ايوا يا سيادنا ما تخلعوا ما تدهشوا، هادشي ما كيكونش جاي بسبب شي مشكل في طوموبيلتكم، بل ظاهره طبيعيه عاديه وكتسمى بالديسشارج ستاتيك الكتريسيتي، ولا بالعربيه التعراب تفريغ الكهرباء الساكنه، بحيث في الوقيته منين كنكونوا صايقين لي زيليكترون كيبداو يتشونجاو ما بين حوايجنا اللي لابسين والسياج ديال الطوموبيل، واللي كينتج عليه واحد الظاهره كتسمى بالكوليكسيون دو شارج اكسيدونتير، ومع الوقت اخوتي الجسم ولا فيتمون ديالنا كياكيميليو ديك لا شارج، في حين الطوموبيل كتكون ماكيميليا لا شارج اوبوزي، وبما ان لي بنو كاواتشيك ديال الطوموبيل كيتعتبروا ايزولون، الشيء اللي كيمنع بطبيعه الحال ديك لا شارج ما تدوش وما تسربش للارض، هذاك الشيء علاش وين فوا كنحلوا الباب وكنقيسوا شي بارت منه كنتشوكاو بسبب الفلو ديال دوك لي زيليكترون، وباش تفاداو اخوتي ديك التزنزينه ما عليكم ومنين تبغيو تخرجوا حطوا رجليكم في الارض، وفي نفس الوقت شدوا الباب من جهه الطاوله، ولا بكل بساطه قيسوا الجاج ديال الباب اللي غيخليكم تحسوا غير ب 50% من ديك الشوك، ولا ما عليكم غير تيفيتيو تلبسوا الحوايج اللي مصنوعين من الحرير والبوليستر والفوريور، وفي عوض ذلك لبسوا حوايج يكونوا مصنوعين من القطن والجلد. من غير الحوايج اخوتي ايفيتيو تلبسوا الصبابط اللي عندهم السميله مصنوعه من الكاواتشوك، ولبسوا الصبابط اللي السميله ديالهم مصنوعه من الجلد. اما الا ما عندكمش الكانال كاع هذا التنعوير، اما عليكم غير تانستاليو واحد اللعيبه تتسمى بالانتي ستاتيك ستراب، هذا التويشيه ما هي الا بوند داسي كتلصق في الغالب في المفلر واللي كتبقى مدليه وديما قايسه في الارض هكذا، ديك ستاتيك الكتريسيتي والفلو ديال لي زيليكترون كيلقاو فين يديستشارجاو ديريكتومون في الجراوند، وهاد سترابس اخوتي راه بطبيعه الحال خاصهم يكونوا مصنوعين من النحاس وماشي من الكاواتشوك.